ماما هو انت غسلت البنطلون؟ اه. طب كان في 5 جنيه ما شفتهاش؟ لا، انت مش لاقيها؟ لا الجيب فاضي. يبقى تلاقيها وقعت وهو منشور. ايه؟ مش تخلي بالك يا ماما؟ اهي دي ال5 جنيه اللي انا كنت هكمل بيها اخر الشهر، واكيد بابا مش هيديني اي حاجه. هعمل ايه انا دلوقتي؟ اخلي بالي؟ تصدق انك ما عندكش دم؟ مش كفاية غسلتلك هدومك؟ عايزني كمان افضيلك الجيوب؟ ده انا ناقص اجي افليك. الو. ايه ده، ما انا هاني صاحبك. هاني مين؟ يا ابني هاني صاحبك جدا اللي كان معاك في كي جي 2. مش فاكرك. يا عم هاني مش فاكر. المهم انت عايز تبقى شخص ناجح ومعتمد على نفسك. يعني انت عايز ايه يعني؟ عايز يبقى معاك فلوس من غير ما تعمل حاجه. ما انت فاشل فاشل فاشل. ايوه طبعا اكيد. ايه الصوت اللي عندك ده؟ لا ده صوت التلفزيون. تلفزيون؟ ما انت قليل الادب. هقولك ايه؟ طب البس كده وتشيك وتعالى على القهوه اللي تحت بيتكم. ماشي يا معلم، ثواني وهتلاقيني عندك. سلام. مالك يا آدم؟ مستغرب ليه؟ انت عامل كده ليه يا عم رجب؟ كنت عايز اظبط الطاقة واظبط البالانس. بالانس؟ ماشي وماله. تيجي تظبط معايا البالانس؟ لا والله يا عم رجب انا لسه ظبطه فوق. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ واحد اسمه هاني كلمنا وقال لنا في ميتنج مهم. انتوا كمان؟ ايه يا رجاله وحشتوني والله. وانت كمان والله يا معلم. هو ده مين اصلا؟ انا والله مش فاكره، بس هو بيقول ان هو عايزنا في حاجه مهمه. بصوا يا رجاله، عشان انا النهارده عندي 12 ميتنج، وانتوا عشان حبايبي قلت ابدا بيكم الاول. تعيش يا برنس. قبل ما ابدا معاكم في الموضوع اللي انا كنت عايزكم فيه، عايز احكي لكم قصه مهمه قوي. ده شكله مزنوق في فلوس وجاي يستلف. يا عم تصبر للاخر ونشوف اخره ايه. الله، ده انا بحب القصص قوي. يا جماعه ركزوا لو سمحتوا، كله يعمل موبايله سايلنت عشان انا بجد وقتي ضيق، وجاي اديكوا 300,000 جنيه في السنه من غير ما تعملوا حاجه. 300,000 جنيه؟ ده انا اجيب بهم بلاي ستيشن. هو مين اللي جايبه ده؟ اكيد انت اللي جايبه يعني. زمان كان في ناس ساكنه جنب النهر، كانوا كل يوم بيروحوا يجيبوا ميه من النهر، ما عدا واحد بس كان كل يوم بيقعد يحفر حبة وهو راجع. بيحفر ايه بقى؟ ده مجنون ولا ايه؟ والناس كانت بتقول عليه ايه المجنون ده، لغاية ما في يوم صحي ولقوا ان المية واصلة لغاية البيت من غير ما يتعب ويروح ويجيب معاهم، وكمان موجود 24 ساعة. انا اصلا المايه بتجيلنا بالحنفية، تقريبا الراجل ده ابويا. ركزوا انتوا معايا بس. كمل طيب. اللي انا عايزكوا تعملوه هو ده، ان انتوا مش محتاجين تشتغلوا كل يوم عشان تجيبوا فلوس. انا بقى هقول لكم على الطريقة اللي هتجيب لكم الفلوس من غير ما تعملوا حاجة. الله، كمل يا معلم. على فكره انا افتكرتك والله، انت هاني اللي كنت معانا في كي جي 2. فيونت دي شركة نتورك ماركتنج بتبيع برودكتس نادرة جدا ومفيدة جدا في حياتنا اليومية. اي منتج ب500 جنيه. كل الفكرة ان انت هتشتري المنتج ده وهتخلي 6 يشتروا نفس البتاع ده، فانت تكسب 250 جنيه. وطبعا اللي انت هتجيبهم هيجيبوا ناس، كل ما يجيبوا 6 انت هتاخد 250، وهتبقى قاعد في بيتك بتخر عليك فلوس الدنيا والاخرة. اوبا بقى يا معلم. اوبا ايه بس؟ هو ايه المنتج ده اللي ب500 جنيه؟ ساعات وسلاسل طاقة وكورسات مهمة جدا ورحلات لبره مصر خطيرة. الساعات دي بتنوم في الضمة. ساعة وسلسلة ب500 جنيه؟ ده كلام ما يخشش العقل الصراحة. يا ابني بيقول لك كل 6 هتاخد 250 جنيه عليهم. يعني انا المفروض اديك 3000 جنيه علشان تديني 250 جنيه؟ حبيبي مش انت اللي هتديني، الناس اللي هتجيبهم هم اللي هيدوني. وبعدين انا زيك. ما جاوبتنيش على السؤال، الساعات دي بتنوم في الضمة ولا لأ؟ لا يا عم انا اصلا ما معيش 500 جنيه، وحتى لو معايا مش هديهم لك. ما تزعلش بقى لما انت تفضل فقير وتلاقي صاحبك مليونير. ده التيم ليدر عندنا اول ما دخل في يونت جاب BM موديل السنة دي. لا يا سيدي مش هزعل. يا ابني انا مش عارف انت متحمل عليه ليه كده. بص يا هاني، سيبني كده اقعد مع نفسي شويه افكر وارد عليك. وانت يا ادم؟ لا 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 يا معلم انا مش مقتنع، فكك مني انا. رؤوف؟ نعم. هتخش؟ لا الجو حاول جوه، خلينا بابا بقى. قصدي على فيونت. هي ايه فيونت دي بقى؟ ايه ده؟ عز
انت برضو اشتركت؟ انت متخلف يالا، ها؟ اه يا عم انا اقتنعت واشتركت، ده انا هكسب فلوس كتيرة قوي. يا عم ما كفايه اللي جرالكوا، وبعدين انت جبت اصلا فلوس منين؟ ماما انا محتاج الفازة دي ابيعها وابقى اجيب لك واحدة غيرها. ولا حاجة يا عم، اتصرفت فيهم وخلاص. فلوس تتتتتتت تعلي توطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس. ايه ده، هو عامل في نفسه كده ليه؟ طبعا انتوا مستغربين شكلي وعمالين تقولوا ايه اللي لابسه مستر ممدوح ده. عايز اقول لكم بقى ان ده مصدر سعادة مستر ممدوح، وانتوا مش عارفين يعني ايه سعادة مستر ممدوح. مستر ممدوح لما يبقى مبسوط يخلي كل اللي حواليه مبسيط، يزعل يخلي كل اللي حواليه مزاعيل. ولما تشوفوني بعد كده، ده لو شفتوني اصلا مش هتعرفوني، عشان هبقى مستوايا في الهاي ليفل. عارفين يعني ايه هاي ليفل؟ يعني مش مستواك ولا مستوى المدرسة الحكيرة دي، بس عشان تعرفوا ان مستر ممدوح واحد منكم وبيعمل زيكم، انا هقول لكم ايه هو سر سعادة مستر ممدوح وازاي تبقى في الهاي ليفل. ماشي؟ تعرفوا الفيونت؟ ادم ازيك؟ ايه ده سلمى؟ انا اكيد بحلم، انا عمر ما تخيلت ان انت تيجي تساليني السؤال ده. ايه ده؟ ليه بتقول كده؟ ده احنا زمايل وانت عزيز عليا قوي. بجد يا سلمى؟ اه اكيد. بقولك ايه، انت تعرف فيونت؟ فيونت؟ لا ما اسمعش عنها. ايه فيونت دي؟ بص يا سيدي، بس كده وهتكون انسان ناجح ومعتمد على نفسك ومعاك فلوس كتير في وقت قليل قوي. بجد يا سلمى؟ اه والله. وهنتقابل بقى ونتكلم كتير وكده؟ اه طبعا، بيزنس از بيزنس. هتحب تشترك معايا؟ طبعا. طب هات بقى ال 500 جنيه تمن الاشتراك. الصبح هيكونوا عندك. ماشي هستناك. شيماء ايوه يا ادم. بقولك ايه، تعرفي فيونت؟ ايه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ لا يلزم حدودك معايا، انا بنت ناس محترمة. ايه القرف ده يا اختي؟ مالها دي؟ بقولك يا عز، ما معكش 500 جنيه؟ اكيد ما معيش يعني، واكيد ماما مش هتفرط في الفازة التالتة. ايه ده؟ هو انت يا عز بعت الفازة التانية؟ بقولك ايه يا ادم، انا ماشي سلام. هيثم بقولك، ما معكش 500 جنيه؟ معايا. طب ما ينفعش تسلفهم لي؟ طب استنى ما اقول لمامي. طب ما ينفعش تدوهم لي من غير ما تسأل مامي؟ طب هقول لمامي. ايه يا عم رجب ده؟ انت لسه واقف كده؟ امال الواحد يا ابني لازم يستغل كل حاجة حواليه. طب انت دخلت من امتى؟ بقالي يومين. طب وعرفت تدخل حد تحتك؟ امال مين بقى؟ رجب وام رجب. بابا. نعم يا حبيبي. انا عايزك في موضوع ضروري قوي. تعالى يا قلب بابا، احكي لي اللي انت عايزه. بقولك ايه، هو انا لو قلت لك عايز 500 جنيه هتعمل ايه؟ بس كده؟ طب واللي يديك اكتر؟ بجد يا بابا؟ ازاي؟ تعرف يونت؟